للحديث أكثر ينضم إلينا من الاستوديو الزميل محمد وضحة الصحفي الرياضي في الشرق الأخبار. أهلا بك محمد. يعني يبدو أنه الدوري السعودي يخطف الأنظار بعالم كرة القدم بظل يعني استقطابه لاعبين كبار. بعد كريستيانو بعد هالخبر اللي قرأناه، على من الدور الآن؟ أول مساء الخير لك يا رشا وللسادة المشاهدين. أكيد اليوم الدوري السعودي يستقطب الكثير من المتابعة بالنظر إلى الأسماء الوازنة والكبيرة في عالم كرة القدم التي من المنتظر أن تلتحق بهذا الدور في مختلف أو مع مختلف الأندية. خلينا نبدأ من المشهد الختامي اليوم لكريم بنزيما الذي ودع ناديه ريال مدريد بعد مسيرة دامت 14 عاما منذ عام 2009 عندما انتقل كريم بنزيما إلى ريال مدريد قادما من نادي أولمبيك ليون. اليوم أسدل الستار على مسيرة حافلة بالألقاب ب 25 لقب تقريبا في تاريخ كريم بنزيما الذي سيتجه بنسبة كبيرة جدا إلى نادي اتحاد جدة السعودي، في حين أن هنالك الحدث الأكبر بالنسبة لعشاق كرة القدم هو انتظار توقيع ليونيل ميسي مع نادي الهلال السعودي. الأكيد أن توقيع كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي كان بوابة لقدوم هؤلاء النجوم، والأمر لن يتوقف هنا لأن هنالك أسماء أخرى وربما تؤكد الصحافة في أنحاء أوروبا أنها قد تلتحق بها الدوري السعودي على غرار سيرخيو راموس، على غرار إيدين هازارد، سيرجيو بوسكيتس، جوردي ألبا. كل هذه الأسماء الكبيرة والتي حققت ألقاب قياسية في مختلف الدوريات مرشحة للانضمام إلى الدوري السعودي. ولكن خلينا نقول اليوم الحديث أو الأنظار الموجهة إلى الدوري السعودي. في السابق كنا نتحدث عن 5 دوريات كبرى، هي الدوري الإسباني، الإيطالي، الألماني، الإنجليزي والفرنسي. اليوم يمكن القول أننا نتحدث عن دوري سادس كبير في العالم هو الدوري السعودي إن تمت كل هذه الصفقات. طيب، تحدثت عن موضوع ميسي يعني، وطبعا رحل ميسي رسميا عن باريس سان جيرمان. إذا شاهدناه في الدوري السعودي، في أي نادي سيلعب ميسي؟ وهل ممكن أنه أيضا يعني نرى ميسي في الدوري السعودي؟ هو احتمال قريب جدا لأنه ميسي كان لديه بوند في عقده يسمح له بتمديده إلى عام إضافي إلى غاية العام المقبل، ولكنه فضل في نهاية المطاف عدم تفعيل هذا البوند. هنالك عرض ضخم جدا من الهلال السعودي من أجل جلب هذا النجم الأرجنتيني الكبير حامل كأس العالم الأخيرة في قطر للعب في دوري روشان السعودي. وأيضا هنالك عرض عاطفي من نادي برشلونة الذي يسعى من أجل إعادة ليو إلى برشلونة الذي غادره قبل موسمين. الجميع يترقب قرار ليونيل ميسي، ولو أن هنالك حديث في الصحافة الإسبانية خاصة عن تواصل مسؤولي الهلال السعودي بالفعل مع محيط ليونيل ميسي ومع ليونيل ميسي من أجل الحسم في هذا الملف. وهنالك من الصحافة خاصة الكاتالونية التي ذهبت إلى أن التوقيع والإعلان الرسمي عن الصفقة سيتم في غضون 48 ساعة المقبلة، وهو كل شيء ممكن. وهنالك احتمال ولو أنه يبدو ضئيل بنسبة كبيرة، وهو انتقال ميسي للاعب في نادي انتر ميامي الذي يملكه النجم الإنجليزي دافيد بيكهام. ولكن بالنظر إلى المعطيات الحالية، بالنظر إلى ما يقوله محيط ميسي والمقرب من ميسي، فإنه العرض السعودي مهم ويضعه في المقام الأول. أعتقد أن قدوم ميسي إلى الهلال سيجعلنا خلينا نقول هنالك كلاسيكو، روح الكلاسيكو الذي كانت في إسبانيا بين البارسا والريال سينتقل إلى كلاسيكو الرياض هذه المرة بين النصر وبين الهلال. بالضبط. محمد، بدي أسألك يعني ما هي طبيعة الإضافات اللي راح يعطيها هؤلاء اللاعبين للدوري السعودي؟ لو نبدأ بلغة الأرقام، تصوري فقط أن ميسي وكريستيانو رونالدو هذان اللاعبان فقط يملكان مليار متابع على منصة انستغرام لوحدها. إذا أخذنا بعين الاعتبار بقية المنصات وبقية النجوم فإنه تقريبا سنصل إلى تقريبا مليار ونصف المليار أو حتى إلى ملياري متابع عبر منصات التواصل الاجتماعي. هذه القوة الكبيرة لهؤلاء النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي سيكون لها دور كبير جدا على الدوري السعودي، على مستقبل الدوري السعودي وعلى الكرة السعودية بشكل عام. أيضا لا ننسى أن قدوم هؤلاء اللاعبين النجوم إلى الدوري السعودي سيرفع من قيمة البث. اليوم مع قدوم كريستيانو رونالدو الدوري السعودي كان يبث في 30 دولة عبر العالم في مختلف القارات في مختلف البلدان الأوروبية، حتى في فرنسا كان يبث الدوري السعودي، في إيطاليا، في ألمانيا، في إسبانيا، في الفلبين، في الصين، حتى في أمريكا الجنوبية. هذا فقط إذا تحدثنا عن تأثير كريستيانو، قدوم كريستيانو رونالدو. فالآن لك أن تتصوري إذا أتى ميسي وأتى راموس وأتى كيلور نافاس وألبا وبوسكيتس وبقية اللاعبين، هنا سنتحدث عن رفع في القيمة قيمة حقوق البث التلفزيوني. هنا سيكون هنالك عائدة ضخمة بعد هذا الرفع في حقوق البث.
هنالك أيضا الإعلانات الخاصة بهؤلاء اللاعبين، الإعلانات التي ستعطي دافعا كبيرا للدوري السعودي من مختلف المؤسسات الكبيرة العالمية التي تتبع دائما أينما يلعب هؤلاء اللاعبون الكبار. ولذلك الأهمية أهمية كبيرة سواء من ناحية التسويق للدوري السعودي والسعودية ككل، خاصة السياحة، وأيضا التسويق لكرة القدم، والأهم العائدات المالية الضخمة. أكيد أن البعض يتحدث عن المبالغ التي سيتقاضى هؤلاء اللاعبين في الدوري السعودي، ولكن هنالك عائدات ضخمة من بيع القمصان، أيضا من حقوق البث الدوري السعودي، وأيضا حقوق الصورة لهؤلاء اللاعبين. ولذلك يبدو أننا على موعد مع خلينا نقول نقلة تاريخية في عالم كرة القدم إن تحققت كل هذه الصفقات إلى الدوري السعودي. نعم، الصحفي الرياضي في الشرق للأخبار الزميل محمد وضحى، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. شكرا لك.